السلام عليكم. مثل ما قرأت بعنوان الفيديو، قصتي ويا امتحانات الثالث متوسط وشلون قدرت اتجاوز الامتحانات واضبطها ب10 ايام بس. والله العظيم طبعا قبل كل شيء الله شاهد الله شاهد الله شاهد، كل كلمة راح احكيها بهذا الفيديو انا صادق بيها، ما قاعد احكي لك حتى اسئله كواس تروح تقرا او غير شيء، لا راح احكي لك قصتي ويا امتحانات الثالث متوسط اللي قدرت اضبطها ب10 ايام، وانت احكم على هذا الشيء وشوف نفسك تقدر تسوي هذا الشيء. انت ما راح تسويه ب10 ايام، انت قدامك 40 يوم او اكثر. ما قاعد اطمنك اقول لك انت اضرب 10 ايام لا اروح اضبط، انا راح احكي لك قصتي امتحانات الثالث متوسط وشلون قدرت اضبطها. وللمعلومه والله العظيم يعني اذا احكي لك انه قصتي بالثالث متوسط من بدايه السنه الى اخر امتحانات، يعني راح تقول مستحيل انه انت كطالب يعني قدرت تتجاوز هالمراحل. انا راح احكي لك طبعا هالقصه كلها، راح احكي لك بطريقه اسرع، بس راح اركز لك شلون قدرت اضبط الامتحانات ب10 ايام بس. وانت حاليا عندك حذوفات طبعا. شوف، بدايه الثالث متوسط، اول ما كنت طالب ثالث متوسط، اول ما بلشت يعني كنت طالب عادي، ومو بس عادي يعني بعد انزل اكثر، يعني ما كان ببالي انه اوصل اعداديه واروح اتخرج وكليات، ما كان هذا كله ببالي، يعني مجرد طالب اروح وارجع ومضيع وقتي بس، يعني لا اشد حيل بدراسه، لا افكر اقرا يومي، لا اقرا شهر، هذا كله ما كنت افكر به ابد. فتخيل يعني الله شاهد، كنت امتحن الشهر اول، اتذكر بالرياضيات امتحان الشهر اول بالرياضيات اخذت 3 من 15، والله العظيم اخذت 3 من 15 بالرياضيات. امتحان الشهر الثاني يعني او كان امتحان الشهر الاول على اساس انه تندمت، قلت شلون انا اخذ 3 من 15، وتخيل يعني طالب اخذ 3 من 15 ما صار، وثالث متوسط وراء وزاري، فقلت لازم اتندم واشد حيلي وكذا، انه على اساس شديت حيلي. فامتحنت الشهر الثاني قلت راح احسنها بالشهر الثاني واحسبها شهرين. تخيل ايش قد اخذت بالشهر الثاني، اخذت 2 من 15، يعني لو باقي على 3 احسن لي. فيعني تخيل طالب يعني كانت نهائيا انه ما كان ببالي انه اشد حيلي واقرا، خصوصا ما كان حاجه يعني ما كنت القى دعم، ذاك الدعم انه لازم اشد حيلي لازم اضبط، ما كنت القى دعم. حتى هذا التليفون اللي حاليا قاعد تشوفه عنده ما كنت اعرفه ولا تنشاله نهائيا، بس كان انه ما اقرا، ما كان يعني انه عنده طموح اصلا، ما كان عنده طموح انه انجح، وهذا كله ما كان عندي. فاتذكر فتره المراجعه انا طبعا كنت اشتغل عماله، كنت ثالث متوسط وبالرابع وبالثاني هكذا كنت اشتغل بها عماله. فكنت اطلع اشتغل عماله وارجع يعني واشتغل. انا قاعد اشوف طلب اللي وياي يعني راحوا من فتره المراجعه يغرون، واللي قاعد ياخذ دورات واللي قاعد يجيب ملازم، يعني توصل فتره المراجعه قاعد يغرون يضبطون، انا لا اشتغل عماله واروح وارجع، يعني مغلس على الدراسه نهائيا ومغلس على الامتحانات كلها. فيعني اخر 10 ايام انه يعني قبل 10 ايام صار عندي انه انا ليش ما ادرس حالي البقيه، انا ضيع السنه من عمري، يعني اروح واجي بحرها وبردها وخلص يعني اني يعني حسيت على روحي قبل الامتحانات ب15 يوم، يعني انا حسيت على روحي. فبهال5 ايام اللي قبل 10 ايام اللي راجعت بيها حاولت يعني اضبط جدولي، ضبطت نفسي، راجعت نفسي، تخيل الله شاهد يعني كنت ما مخلص فصل، كل ماده فصلين، فصل موضوع كم موضوع، قلت خلاص انه انا لازم اشد حيلي. لا ومن قلت هيك ما راح اشد حيلي، لا يعني باكر، قلت لا باكر، عقب باكر بعد اليوم هذا خلي خلاص اليوم هذا من هاي اللحظه. فكنت يعني هيك، فكنت يعني زخت بالوقت الى ان انه خلص اخذت قرار انه بغلي اخر 10 ايام لازم اشد حيلي. فقررت انه اغره، والله ما راح اذاكر، صح انا متاخر وصح انا توني يعني حسيت على روحي، وهذا الشيء خطا او مستحيل، يعني كان اكو نوع من المستحيل انه راح تنجح لان انت اخر 10 ايام وكم مواد. فقلت راح اغره وخلص، يعني انه اللي كتبه الله راح يصير. الله شاهد في هاي 10 ايام يعني حصرت روحي كلش، يعني حصرت روحي، لا اروح ولا اجي ولا اطلع ولا حتى يعني للبيت ما اروح يعني التقي ويا احد. فبلشت اقرا، الخص هاي اقراها، يعني اضبط هاي، لخصت المواضيع اللي اني اقدر عليها او اقدر اقراها، يعني ما ضبطت ذاك التضبيط اللي اقول لك 100%، لا اللي اقدر عليه واللي كانت طاقتي يعني تقدر عليه ضبطته، ما زختت، ما ضيعت وقت، ما قلت خل اكملها، لا قريت على اكثر يعني فوق طاقتي، قريت اللي اقدر ضبطته في هاي 10 ايام. فرحت امتحنت اول امتحان، انا ما كنت متاكد من نفسي اني راح انجح، وما كنت متاكد من نفسي اني اصلا راح اطلع، يعني نوعا ما كنت ميس، بس قلت لا خل امتحن وعليك الله. امتحنت امتحان اول، امتحان الثاني، من امتحن انا عندي عاده من امتحن ما افكر بالامتحان، ما راح اراجع الاسئله، ما راح اراجع اجوبتي، وما خلص امتحن امتحان خلص ما افكر بيه، انتهى الامر خلص ما افكر بيه. فامتحن الامتحان واطلع البيت بعد خلص هذا انسى نهائيا، لا ارجع افكر بيه، لا ارجع انه اراجعه، انه اشوف انا قد درجته، ما عندي نهائيا، امتحن انساه. فامتحنت الامتحانات كلها، خلص امتحانات طبعا، نوعا ما يعني ما كنت انه متاكد راح انجح، وما كنت اصلا اقول لاحد انه انا رحت اعداديه انا راح انجح، ما كنت اذكر هذا الشيء، لانه كنت ميس من نفسي، بس ما ميس من قدرتي وما ميس من قدره الله سبحانه وتعالى انه ما راح يضيع تعب احد. فتخيلوا بيوم النتائج انه الله شاهد، صح طلعت ناجح،
طلعت ناجح طبعا المعلومه. انا نجحت من اول السنه ومراجعه 10 ايام بس. صح درجات يعني لا ثمانينات ولا تسعينات ولا سبعينات، كانوا ستينات وخمسينات، يعني اكثرتها خمسينات، 57 58 وستينات. صح درجاتها ناصيه او عاليه، بس انا ما راجعت بس ب 10 ايام. تخيل طالب 10 ايام وجاب فيش درجات. انا ما قاعد اقول لك ضبطت المواد كلها بهال 10 ايام، لا انا يعني اللي قدرت عليه انه اخذ اشياء يعني مهمه. ما قاعد اقول لك لا قصدي انه حاولت خلاص، انه حاولت يعني حاولت، ما وقفت، ما قلت انه ما علي وقت، خلاص الوقت هاي صعبه ما اقدر لها، هذا هواي مش وقت، وهذا كله ما فكرت. اللي خلت ببالي انه لازم اقرا عن ننجح في هالامر. ما فكرت انه هاي يعني ما فكرت انه هاي صعبه، هاي راح تاخذ وقت، قربت الامتحانات هاي تجي هم، كلها ما فكرت. بالتسلسل واحده واحده قريتها اللي اقدر عليها، ضبطتها، كملتها، حفظتها، فهمت المواضيع. طبعا المواضيع فهم حاول تفهم الموضوع وروح اشرح عنه، خلاص لا يعني كوبي بيست من الكتاب، ولا انا طريقتي يعني افهم الموضوع شنو يختص شنو امتيازاته، هاي السالفه كلها عنه اروح اجاوبها بس. هذا كل ما بالامر. يا طلاب نصيحتي لك، الله شاهد ماكو شيء مستحيل. اذا اكو طالب يضبط ب5 ايام، اكو ب10 ايام، اكو ب20 يوم، اكو انواع. فلا تأيس وشد حيلك، وان شاء الله تعب كل واحد بيكم. شد حيلكم يا ابطال، وخلصت ما ظل شيء، هاي السنه انتهت، وان شاء الله السنه الجايه طلاب السادس، طلاب جامعات، وطلاب الثالث، طلاب اعدادي، ويا رب اتمنى لكم التوفيق ونجاح. ما رضى لكم الفيديو، تحياتي لكم، مع السلامه.